توضيح هام. أنا النهاردة مش جاي أتكلم عن فتوح. السلام عليكم متابعين النسر الأهلاوي الكرام. ما تبخلش على أخوك بلايك أو كومنت أو شير أو كل ده، مش هتخسر حاجة خالص لكن هتفرق معايا كتير جدا. النهاردة عايز أتكلم معاكم عن أحمد فتوح لاعب الزمالك. حد يقول لي الله أنت مش قلت في أول الفيديو مش هتكلم عن فتوح؟ هقول لك بس استهدى بالله واسمعني، الكلام مش عن فتوح، الكلام عن الفكرة ذات نفسها واللي ممكن يعمله فتوح أو أي لاعب تاني في نادي الزمالك أو في نادي الأهلي أو في أي نادي تاني. فتوح واحد من افضل اللعيبه في مركزه في مصر بلا شك، يعني دي مش هنتكلم فيها، لكن الحقيقه سلوكياته مش طبيعيه يعني، وكلنا فاكرين الحادثه اللي راح ضحيتها امين الشرطه، يعني ربنا يرحمه ويصبر اهله، وقبلها موضوع التجديد مع الزمالك والضغوطات اللي مارسها على فريقه، وانه طلع اتصور بتيشيرت احمر يعني بيهددهم بالاهل يعني، وكمان الاستوريهات المستفزه اللي كان بينزلها لجمهور الزمالك، وغيرها كتير من المواقف. يعني ختاما بالموقف اللي هو حاصل دلوقتي، وحفله راغب علامه اللي ظهر فيها مع امام عاشور. طبعًا كلّكم عارفين التفاصيل بقى والعقوبة وكل الكلام ده. السؤال بقى هنا ليه؟ يعني ليه بقى؟ ليه فتوح والّا غيره يعمل كده يعني؟ ربنا أنعم عليك بنعمة ملايين الشباب بيتمنوها، بتلعب كورة، تستمتع وتكسب ملايين. عقدك في سنة 90% من شباب بلدك بتشقى وبتتعب العمر كلّه وما يعرفوش يلمّوا اللي أنت بتاخده في سنة، والله ولا شهر حتى. يعني ربنا طبعًا ده غير حُب الناس يعني. يعني ربنا ميزك بنعمة ليه ما تحافظش عليها؟ انت بتلعب وبتكسب ملايين، يعني غيرك بيشقى وبيكسب ملاليم. طيب بفكر تاني يا جماعة، الكلام مش لفتوح بس والله، الكلام مش لفتوح بس، الكلام لغيره كتير من الأمثلة، من اللعيبة اللي ضيعت نفسها وختمت حياتها ما عملتش 1% من المفروض يتعمل بحجم الموهبة دي. الواحد بيزعل بس لما بيشوف حد مش مقدر حجم كرم ونعم ربنا عليه يعني. الحق نفسك يا فتوح. اعتقد ان فتوح بالمنظر ده رايح لصفحات الغير مأسوف عليهم في التاريخ الرياضي المصري.